بصوا هي خطوة صغيرة قوي، خطوة صغيرة قوي، بس تخلي ان التصميم يتقبل او يترفض. يعني الخطوة دي لو انت ما عملتهاش في التصاميم، صدقني التصميم ممكن بنسبة 70-80% يترفض. طب ايه هي الخطوة دي؟ يا جماعة، اول حاجة وانت شغال على التصميم بتاعك، خلصت التصميم دوت، التصميم جالي من التيم بتاعي، قلت له بعتهولي كده، وقلت اللي انا هعدل عليه التعديل ده، ما طلبتش منه حتى الBSD. طب ايه هو التعديل؟ تعال نبص. التصميم بتاعك كويس وكل حاجة الوانه كويسة ومظبوط وفي فكرة والدنيا تمام، ولكن بص، نيجي بقى نبص على جودة بشرة المدرس. عك يا جماعة، عك. بص السنان، بصوا الملامح البشرة عاملة ازاي، الشعر مش احسن حاجة، بصوا الرقبة. هو اهم حاجة عندي دلوقتي هي البشرة. يا جماعة، اول حاجة بيهتم بيها المدرس اللي هو يبص عليها هي بشرته او شكله عامل ازاي. لو الشكل مش احسن حاجة وباين اللي هو مرهق، صدقني هيرفض التصميم، هيقولك ان التصميم وحش. طب ازاي نخلي الشكل احسن وشكل البشرة افضل؟ تعالى اقول لك، يلا بينا. هندوس اول حاجه في اللايرز، ندوس كنترول J. عملنا لاير تانية، كليبنج ماسك. عملنا كليبنج ماسك ايه، عملنا لاير جديده، دوبليكيت لاير. تمام. بعد كده نروح على فلتر، ونروح على كاميرا رو فلتر. بعد ما تروح على كاميرا رو فلتر، كبر على وش الشخص، اهو. هنشتغل على الوش بتاعه. اول حاجه تروح على التكستشر دي، قللها شويه، بيدي كده نعومه شويه للبشره، وليكن مثلا على 33. والاكسبوجر دي هنزودها شوية عشان ندي يعني ايه ان وشه يفتح شوية. جميل قوي. ممكن في الكلاريتي دي نقللها السنة. جميل قوي. نيجي بقى عند الديتيل، هتزود شوية في الشاربن وتدي نويز ريدكشن. تمام. بصوا كده، قبل في البشرة كده بعد. طبعا الناس هتقولي أثر على التصميم ككل. هقول لك عندك حق، ودي نبص حتى النتيجة، بص ألوان التصميم باظت على عكس الألوان اللي كانت موجودة. فهنعمل إيه؟ نروح نشغل دي ونعمل ماسك وندوس هنا كنترول نيجي هنا ونعلم على اللون الأبيض. نيجي بقى بالبرش تول، نقرب شوية، نبتدي اللي احنا نلون، أو نروح على الأجزاء اللي احنا عايزينها تفتح وتتظبط معانا. شايفين يا جماعة؟ كده التصميم يتقبل، كده التصميم يتقبل. في شغل كتير انت ممكن تعمله على البشرة. انت لو انت فضلت اشتغلت على البشرة، صدقني، بصوا قبل بعد تاني، قبل، بص، حرفيا بشرته ما ينفعش يتسلم كده. كده بعد، ايوه كده معقول. جميل. ده مين اللي بيعمل الشغل دوت؟ الاستوديو بتاع التصوير. ممكن اقول لك تعمل حاجه مانيوال كده اهو في السريع بالنسبه للسلام، وممكن ابقى اقول لك بعدين في فيديوهات تانية ادوات، لكن الفيديو ده سريع جدا. اتعلم على اللون الابيض. ممكن تروح على ال اللهم صل على النبي، لا ممكن نعمل حاجه احسن. ممكن نروح على آه، بسم الله، بلاك اند وايت. تمام. وندي خلي دي كده، ونخلي دي كده سنه. اوكي. آه ونضغط ضغطتين هنا. تمام. ممكن نعمل كده اهو شوية، ندوس اوكي. نيجي بقى عند دي، ندوس كنترول طبعا احنا عايزين آه نبيض السنان شوية، فممكن نيجي بقى في لودي نقللها شوية، نبتدي اللي احنا نبيض السنة في السنان. تمام. ودي تمام، ودي تمام. ممكن هنا كمان نركز شوية في تبييض الأسنان ده عشان ما نعملش أي كلام، واخد بيض الشفا بالغلط. هو بس كده. تمام. طبعا ممكن ما يبقاش طبيعي أوي البياض دوت، فممكن نقلل شوية في الأوبستي. كده حلو. تعالوا بقى نبص نعمل دي كنترول جروب، ونشوف قبل بعد، قبل بعد. كده التصميم اتقبل، كده التصميم شكله حلو، كده التصميم شكله منطقي. بصوا في حاجات ممكن برضو الواحد يعني يتكلم فيها، بس هو كشخص او مدرس مش هيلاحظ في سنة خضار شوية على البشرة. ممكن نعمل نيو لاير، ونيجي بالبرش تول على جزء من البشرة اللي لونه طبيعي وليكن اللون ده، وممكن نقلل سنة في الفلو. ونيجي هنا على color، نيجي بقى على الأجزاء
خلي بالك تلون بس الدم، الخضرة دي شوية تديها لون البشرة اللي احنا بنتكلم عليه. بص برضو الودان عايزة تتلون. تمام، ممكن بس هنا عايزة تتمسح، ممكن نمسحها بعدين الجزء ده. بص كان في جزء أخضر احنا شلناه كده أحسن. لو انت معاك اكونت طبعا فري بيك، ممكن تعمل اب سكيل وتظبط الشعر بيه. تفهمين الفكرة؟ لو انت برضو ممكن تيجي بفكرة اللي احنا نعلم على الشعر ونعمل جنريت. بس مش كل الناس عندها الكلام دوت. فانا بس اهم نقطة هي تظبيط البشرة. البشرة لو مش مظبوطة التصبيح هيترفض صدقني. عمر ما التصبيح هيتقبل بالمنظر ده، لكن كده يتقبل التصبيح. وشكرا.